السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب خاله، الدنيا ولعت ولعت ولعت، والدوري بقى في الملعب، ورجعنا تاني وبنقول للنادي الاهلي مالكش حجة اهو. مالكش حجة يا نادي اهلي، يا لعيبة يا مجلس ادارة. الزمالك بيديك الدوري على طبق من فضة. شوف بقى انت بقى ادائك وحماسك. النهارده ماتش مولع، وزي ما قال خاله وقلت لكم النهارده العصر ماتش هتشوفوه مولع بين انبي والزمالك، لان انبي كان بيلعب على السبعه الكبار، وكان بيلعب بكل طاقته وكل قوته. كابتن حمزه الجمل قفل على كل مفاتيح نادي الزمالك النهارده. حبايب خاله، الواحد بجد فرحان كاهلاوي جدا، بس نفس الوقت بقول احنا عايزين نحل، وان الدوري بقى ليه مذاق خاص، والدنيا بقت حلوه. والجماهير النهارده شفناها في الملعب كانت بكثافه عاليه جدا جدا جدا، جماهير الزمالك وزعلانه ومتضايقه. لا، الدنيا بقت حلوه. الدوري المصري فعلا يستحق ان هو يبقى احسن دوري في الوسط الافريقي والعربي كله، زي ما قلنا في التصنيف بتاعه ان شاء الله. نبدا النهارده بالماتش. انا زي ما قلت العصر الماتش هيبقى ممتاز 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 تكتيكيا واداء وحماس وكل حاجه. بس كان في بعض النقاط السلبيه في المباراه، زي اخلاق بنزيرا. تصرفات غريبه جدا. حصلت لقطه النهارده بيكمل في كوره عند رميه التماس، راح شايط الكوره في الجهاز الفني بتاع نادي انبي. فدي طبعا من ضمن الحاجات السيئه اللي بنقولها. انت مستواك حلو مهاري، ما يختلفش عليك اتنين، بس التكات دي بتعمل مشكله، وعملت مشكله فعلا، وكانت هتعمل مشكله. وفي نفس الوقت بعديها بدقيقتين ناصر منسي جه يكمل في كوره عند خط التماس برضو، اتزحلق وقع، كل جهاز انبي جري وراه وقوموه. دي الروح الرياضيه اللي احنا بنتكلم عليها. الكوره مكسب وخساره، لكن ما نقعدش بقى نخش في احتكاكات وخناقات. وبعد الماتش برضو ما انتهى، شايف بنزيرا رايح للعيبه انبي. في ايه يا عم بنزيرا؟ كنت وريتنا في الملعب ايه اللي حصل. ما انت جاي لك كوره واثنين وثلاثه ضيعت الزمالك النهارده. والكابتن حسام عبد المجيد، هو انت كل كوره لازم تبصم عليها للزمالك؟ ما عندكش خبره، انت ما عندكش خبره. شكلك داخل خايف متردد. ما يلعب عبد الله السعيد، راجل عنده خبرات في الضربات دي، في ضربات الجزاء، كان خلص الماتش النهارده والدوري كان ولع اكتر. لكن احنا برضو حبينا نشوف حسام عبد المجيد لازم يبصم على كل. يا عم حسام، وانت كل ضربات الجزاء هتشوطها؟ ما هي لا تسيب لا هتخيب، وخابت المره دي. زعلت جمهور الناس، مش هتتسحر يا عم. الفول بقى، الفول هيروح عليهم. في ايه يا عم حسام؟ يا عم يستر رب بقى، اصحى لي كده وفوق لي، ها، واضرب لنا طبق الفته الجميل بقى والكحك والبسكوت في العيد عشان تصحصح لنا عشان الدوري جاي لك تاني، وجاي لعيبه الاهلي تاني. عايزين نشوف الحماس، عايزين نشوف الاداء، بس بشرط واحد. الدوري جاي لكم، بس هنشوف الاداء السيء اللي احنا كنا بنشوفه ماتش المقاولين وماتش زد وماتش طلائع الجيش. يبقى مبروك على الزمالك على الدوري، لان ما النهارده الزمالك وهو خسران في روح قتاليه عاليه جدا، بيقاتلوا على كل كوره. وشفناها ضربه الجزاء، عبد الله السعيد مكمل وراح اكنه راح يجيب جون، ومع ان الكوره كانت متطرفه، بس حول عليها مدافع انبي رغم قله الخبرات عنده. كوره انت خلاص ما تشوتش رجله، لا شايط لي رجله. يا عم الحاج، الراجل داخل برجله، انت بقى ارجع وخد الخطوتين وقفل. لا، راح شايط رجله وشايط عبد الله السعيد. ضربه جزاء صحيحه. بشكر قطاع الناشئين في نادي انبي، وده اللي انا اتكلمت عليه العصر، وقلت انا عايز اتكلم في حلقه مطوله على قطاع الناشئين في الانديه كلها. حامد عبد الله لعيب، سرعات ايه، مهاره ايه، حريف، لاعب حريف من قطاع الناشئين، ما كلفهمش 4 جنيه. مش احنا رايحين نجيب كاموش وناموش وناموس مش شايفينه ولا شايفين اي حاجه منه خالص؟ يعني برضه الكلام ده موجه للنادي الاهلي. ماشي. اسمه ايه التاني اللي كان بيلعب ورا؟ باسم عبد الله، ولا الولد المدافع اللي هو كان ماسك بنزيرا ما خلوش يلمس كوره، اللي بيلعب في منتخب الشباب. برضه عيل مدافع 10 على 10 وحتحوت. ماشي. احمد العجوز بخبراته نزل. محمود كهربا ما شاء الله حنكش حنكشتين كده وكان هيجيب جون من فاول برضه. ها، اداهم الطاقه. كان عامل بوستات من قبل الماتش ب4 ايام، قال لك انا اللي هدي الدوري للنادي الاهلي. فانا بصراحه قلت ده بيقلش، لكن الراجل فعلا نازل بحماس وواقف على الخط عمال يدي اللعيبه تعليمات ويباصي الكوره ويشوط هنا وعايز ينزل وعايز يجيب جون. لا بصراحه الماتش النهارده كان جامد جدا. الدوري ولع، الدوري بقى ليه شكل، الدوري بقى ليه طعم تاني. ان شاء الله بكره القرعه، عايزين نشوف قرعه بقى حياديه، ولا ذكاء اصطناعي، ولا نختار بالقلب ونختار بالايد ونختار بالحاجات اللي احنا شايفينها على السوشيال ميديا دلوقتي. في بوستات كده نزلت مش فاهمها ولا عايز افهمها. احنا عايزين حاجه حياديه كده وتتعلن قدام الناس كلها، تتعمل قرعه حياديه، الناس كلها عندها فرص كده. الاهلي لو كسب الست ماتشات نقول له مبروك الدوري. الزمالك لسه في امل في الدوري كبير جدا طبعا. الدوري ما راحش للزمالك، بجمهوره بلعيبته بمجلس ادارته بجهازه الفني. معتمد جمال النهارده شايف مدير فني واقف فاهم يا جماعه. غير في بدايه قبل الشوط الثاني من دي، طلع محمد السيد، عمل كوارث محمد السيد النهارده.
ضربه جزاء ببلاش لانبي، ضربه الجزاء الثانيه اللي ضاعت وكان فيها شك والله، انا ما شفتهاش والله، عدت ولا ما عدتش انا مش عارف هي، بس ضربه جزاء صحيحه. وضربه الجزاء الاولى صحيحه اللي جابها برده محمد ابراهيم الباك اليمين، برده فرق خبرات، برده لعيبه برده لسه صغيره، بس معتمد جمال حس ان محمد السيد مش في موده، اطلع لا اطلع لي تعالى لي، وراح منزل على طول عدي الدباغ، فرود ليه مهارته وليه سرعته وليه خبراته، فرود بصراحه شفنا ليه تغيير جامد النهارده. ناصر منسي برده، يا عم ناصر انت مجتهد بس مش كل كره طف ان شاء الله تشوط وخلاص، اهدى شويه اهدى شويه. لعيبه الزمالك كان في تسرع في تسرع في تسرع. الاهلي ارجوكم الفرصه جات لكم، يا ريت بقى تثبتوا العكس، وتثبتوا ان انتوا لعيبه على قد المستوى، وتثبتوا ان انتوا لعيبه عندكم روح قتاليه وروح الفانله الحمراء. ما خدتوش الدوري وما خدتوش الست مطوشه، ما تسالنيش عن دوري، والجاي بقى هنشوفه وربنا يسترها، ونعمل لكم حلقه بكره ان شاء الله بعد القرعه عشان نشوفكم تاني مع حبايب خاله. يا ريت بقى تشتركوا في القناه كده وتفعلوا لنا زر الجرس، وتشوفونا على التيك توك وعلى صفحه الفيسبوك وادي قناه اليوتيوب. نعمل ايه تاني؟ يلا يا جماعه كله يحضر السحور كده، الاهلاويه طبعا عارف نفسهم اتفتحت، وش على الفول والزبادي والطعميه يا باشا وروق على حالك، واخواتنا الزملكاويه نقول لهم معلش اشربوا كده كركديه، هدوا الضغط شويه الله يعينكم. بس لسه الدوري في الملعب، ما يعني مش عايزكم تزعلوا، جمهور الزمالك بيتنرفز بسرعه، ما احنا محروقين دمنا اهو يا جماعه، وهنروح نقابل الترجي الله اعلم ايه اللي هيحصل. ورجاء تاني، بلاش التيشيرت اللبني للنادي الاهلي، بلاش التيشيرت اللبني للنادي الاهلي هناك في الترجي، البس يا عم الكحل البس الازرق، ابعد عن التيشيرت اللبني، لا تعادل لا خساره، الله يكرمكم مش ناقصين تيشيرت وشه شوق مع الاهلي. حبايب خير واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، باي باي وتصبحوا على خير.